مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم روتين كده ليلي، يعني هروق الشقه بالليل. انا كنت الدنيا عندي متبهدله خالص. فهنا كده بوريكم منظر المطبخ ومنظر الصاله. شوف المواعين قد ايه وكركبه قد ايه. لو اول مره تشوفي القناه اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بصي المواعين كتير بقى ازاي، بوتاجاز وسخ والمواعين. هنروق كل ده مع بعضينا. هنا انا كنت محتاجة تربو دوت، جوزي جابهولي، كنت حاطة البطاطس كده في طبق تحت السفرة. هنقلهم كده في التربو بقى بعد ما غسلته طبعا. كده نقلتهم. هنا كانت حاطة فوط المطبخ والكيس بتاع الغسيل اللي انا بنشر يعني على ما الدنيا تكون بتنطر. هنا بقى الفرشة دي كنت لسه جايباها جديد برضو، اغسل كده بيها الترموس ده كده من جوه. بغسلها عشان مفيش غيرها، يعني مفيش غير هو بس اللي كان وسخ، فاشيلها وادعك بقى بقية المواعين عادي. انا مسرعاها لكم جامد عشان كانت المواعين كتيرة، كل ما افضل الحوض يتملي تاني. اللي عندها حاجة مش نظيفة تقوم تعملها، نشجع بعضينا كده. انا مكنتش عارفة اعمل حاجة من بنتي، كانت طول النهار عمالة تزن جنبي، فعشان كده المواعين اتكومت عندي كده طول النهار. بس انا على طول بغسل مواعيني اول باول. هي كانت تعبانة في اليوم دوت، وانا مكنتش عارفة اعمل منها حاجة. الفيديو ده انا مصوراه يجي على 3 ايام والله، بسببها مش عارفة اعمل حاجة خالص منها. هيرجع تاني الحوض يتملي واحدة واحدة. بصوا اتفاجئوا بقى، بصوا. عمال يتملي. كده خلصت. خرجت بقى اروق الشقة، ده كان تاني يوم. خرجت بقى اروق الشقة. كل حاجة شلتها من مكانها، بس طبعا مش عارفة اصور عشان ما عنديش حامل يعني، فكنت بصور حتة حتة. هنا كده خلصت الشقة برا ومسحت المطبخ كمان. بوريكم كده بقى المنظر في الاخر. هنا بتهيألي تاني يوم او تالت يوم بالليل. هنا هعمل صينية كفتة، قطعت الفلفل وهقطع قوطة. عايزة تحط فلفل حامي عادي برضو براحتك، بس احنا منحبش الحامي. هنا هعمل بقى هنا حطيت زيت على شوية مية، ده طبعا مش كله زيت، مية على زيت على كربونات، لا مش كربونات، بابريكا. هنا سلقت مكرونة، وكان عندي مكرونة من الاول. هنا بقى هحط 7 بهارات، وهحط ملح وهحط كمون وفلفل اسود وشوية كزبرة صغيرين، وهولع عليهم عشان انا نسيت بس اقول لكم ان انا هعمل ايه، ما صورتش. هولع عليها، احط دلوقتي الكفتة عليها واولع عليها من فوق، بعد كده خليها تاخد وش بس في الشواية من تحت، وهتبقى معاكي احلى صينية كفتة جميلة. بس اقلبها كده. عملت الكفتة كلها كور زي ما انت تحبي، برضو ممكن تعمليها عادي. انا بقلبها كده كلها عشان خاطر وهنا حطيت شوية المية بالزيت اللي كانوا فاضلين. فاضل شوية كنت احطهم على الكفتة من فوق، بس برضو ما صورتش. بظبطها كده كلها، وبعد كده احط الكفتة كلها اهي
شوية الزيت بقى اللي فاضلين هيتحطوا كده من فوق. ده كده منظر الغدا بتاعنا. لو اول مرة تشوفي قناة اشتركي فيها وفعلي زر الجرس. غدا بسيط. مع السلامة.